يترقب سعيد شيبة كذلك ينتظر. هذه إذا أعلن فيها ضربة جزاء قرار ظالم. هذه إذا شافها ضربة جزاء يعني الكل شاف بأن التدخل عادي من محمد أمين كتيبة في إطار ما هو مسموح به. يعني هنا المباراة توقفت ما يزيد عن الدقيقتين حتى 3 دقائق ليتأكدوا إن كان التدخل سليم أم لا. غريب يعني هل فعلا الحكام يحتاجون كل هذا الوقت ليتأكدوا بأن التدخل هو عادي جدا؟ إذا يلعب التماس غريب، يعني اللقطة واضحة جدا، يعني لا تستدعي كل هذا التوقف. عموما تلعب الجانبية هنا عن طريق من وزان أو لاعب زواني، نقلة في منتصف الميدان، رجعت إلى الخلف لمن هذه الكرة بالراس وراية مرفوعة مجددا بالراس، والضربة الحرة الغير مباشرة لفائدة المنتخب المغربي. هذه العادة مجددا تسلل واضح، برافو الحكم المساعدة. هنا التسلل موجود في اللقطة الماضية، وضربة حرة غير مباشرة لفائدة المنتخب المغربي. الكرة تمشي للأمام هنا في اتجاه عدنان الأحمر، لكن وصلت بعد ذلك إلى الحارسي كوني يرسلها أمامية. هناك وحدك يا حمزة يا كوتون، تخرج إلى التماس. رمية جانبية لفائدة هنا المنتخب المغربي. لاحظ معي ردة فعل المدرب كوليبالي، يطلب من اللاعبين الماريين التقدم إلى الأمام، الضغط أكثر في مناطق المنتخب المغربي. حمزة كوتون يسعى لتنفيذ هذه الرمية على الجانبية، نقلة لعدنان الأحمر، يخسرها بسرعة، رجعت إلى الخلف. الآن الاستماتة متواصلة، لم يتبقى الكثير هنا البينية. التدخل من الدفاع، عبد الحميد يرسل للأمام في اتجاه عدنان الأحمر، عنده الحموني يتقدم، والحكم صفر خطأ. الحكم يصفر خطأ على اللاعب عدنان الأحمر، وبالتالي ضربة حرة لفائدة المنتخب المالي. تلعب الضربة الحرة، نقلة هنا من جانب اللاعب توري في منتصف الميدان، امشي على الطرف الايسر، محاولة المرور بهذا الشكل. رد بالك من جديد. حمزة مر عليك غير معقول، مرة أخرى حمزة يمرون بسهولة على لاعب حمزة كوتون. هنا تمشي مرة أخرى إلى الجهة اليمنى، فيها خطورة مالية، فيها خطورة وإبعاد. بعد ذلك هنا تشتيت الكرات إلى التماس لفائدة المنتخب المالي. ضغط قوي للماليين في محاولة التسجيل قبل نهاية على مباراة. سندخل الآن الوقت المحتسب بدل الضايع. تلعب هذه الجانبية، محاولة رفع الكرة، الدخول بهذه الكيفية. هنا تغطية بن غوزيل، نعم طه بن غوزيل يتألق في هذه الكرة. طه يبعد مباشرة بعد ذلك إلى الركنية في هذه اللحظات. إذا 6 دقائق يتم احتسابها في هذه الأثناء. ستلعب هذه الركنية هون المرفوعة بالراس. مشاهدينا، رجعت من جديد لعناصر المنتخب المالي، نقلة على الطرف الأيمن. برافو هنا اللاعب فؤاد الزهواني يغطي بشكل ممتاز اللقطة الماضية. هذه الإعادة مرة أخرى للكرة والمرور، علي تفوق الرايع علي طه بن غوزيل. اكتشاف هذه البطولة، حارس مميز اسمه طه بن غوزيل يتابع هذه الكرة الصعبة جدا. الماليون خطيرون جدا في اللحظات الأخيرة، تمشي ناحية الحموني مغربية في هذه اللحظات. عندك يا الأحمر يصارع من أجل هذه الكرة، يجيب ضربة حرة في هذه الأثناء. نعم، يتحصل عليها لاعب المنتخب المغربي عدنان الأحمر. هذه الإعادة مجددا للكرة الماضية. إذا تبقت 4-5 دقائق مشاهدينا الكرام
على نهاية المباراة. إن شاء الله هذه، إن شاء الله هذه، إن شاء الله هذه، إن شاء الله هذه بالراس، ولكن الدفاع يتدخل إلى التماس. نعم، الرمية الجانبية لفائدة المنتخب المغربي. من يتقدم هو اللاعب فؤاد الزهواني الظهير الايسر، هو من يحضر نفسه لتنفيذ هذه الرميه على الجانبيه، تترك لمحمد الحموني. نهايه المطاف الزهواني لم يتقدم لانه الان لا مجال للصعود باكبر عدد من اللاعبين. الحموني يمرر الكره بعد ذلك على الطرف الايسر فيها ركنيه. ان شاء الله ان شاء الله تجي لحظة الهدف من خلال هذه الركنية. ركنية عبد الحميد، يلا يا عبد الحميد، هذه عندك يا عبد الحميد. الرأسية تعطينا الهدف في الوقت المحتسب بدل الضايع، وبالتالي تنهي الأمور في الوقت الأصلي. هذه ركنية يتقدم لتنفيذ هنا محمد رضوان يطلق الإشارة بينما الصراع داخل منطقة الجزاء. إذن الركنية تنفذ. محمد رضوان يطلق الإشارة، رضوان يستعد، رضوان من يتابع بعد ذلك عبد الحميد معلي، والكرة طالت مباشرة إلى الرمية الجانبية. بينما الدقيقة الآن الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضايع. هذه الإعادة مجددا. الكرة الماضية مرت هنا، لاحظ معي 3-4 لاعبين على القائمة الأول، كان ممكن استغلال هذه الكرة. إعادة مجددا، تدخل من عبد الحميد معلي لاعب نادي اتحاد طنجة لحاول استرجاع الكرة، تمشي مباشرة إلى رمية جانبية. عموما يلعب التماس حتى الآن. حقيقة أداء كبير قدمه لاعبون وخاصة سعيد شيبة اللي حقيقة عمل أكثر من رائع في الفترة الماضية، السنوات الماضية. وأنا للتو تكلمت عن الفخر بهؤلاء المدربين، هذه الكفاءات الموجودة عندنا. سعيد شيبة وكذلك وليد الركراكي وهشام الدقيق اللي بالمناسبة نتمنى له الشفاء العاجل بعد أن خضع لعملية جراحية. بالشفاء العاجل إن شاء الله لهشام الدقيق، واحد من الكفاءات اللي نفخر بها على الصعيد الوطني والقاري والدولي. انطلاقة من الجهة اليسرى، والكرة تتحول مباشرة إلى رمية جانبية لعناصر المنتخب المالي. تلعب هذه الجانبية. نركز يا شباب على اللحظات الأخيرة لأنه الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضايع. تصل الكرة على الجهة اليمنى، الزهواني راقب، الزهواني غطي، حموني يساند، الأحمر مرت أمامك، رجعت إلى سيمبارا على الطرف الأيسر. هنا اللعبة تمريرة قصيرة، تيرو داخل منطقة الجزاء بالراس، التغطية بعد ذلك عندك يا شاكر، مرت على الشاكر لكن في حمزة كوطون بعد ذلك يتابع ديال الكرة، مرت على عدنان الأحمر. لحظات صعبة الآن يمر منها دفاع المنتخب المغربي. برافو عدنان، يخرج الكرة مباشرة إلى رمية جانبية لفائدة المنتخب المالي في هذه اللحظات. هذه الإعادة والتدخل اللي كان موجود في الكرة الماضية. بينما تغيير الآن إذن التغيير يحدث في صفوف المنتخب المغربي. إذن هذا هو التبديل اللي حصل. المتوكل يدخل في هذه الأثناء. كرة في منتصف الميدان، المحاولة الأخيرة والثواني الأخيرة. المتوكل الذي دخل، رجعت مالية، سيمبارا، نقلة في منتصف الميدان. التحضير لسانوكو، تمشي ناحية تشيرو والدفاع يتدخل. هذه صعبة، في خطأ نعم. ضربة حرة لفائدة عن المنتخب المالي. لدينا بطاقة صفراء، فعلا بطاقة صفراء تأتي في هذه الأثناء. ستكون الكرة الأخيرة على الأرجح، الكرة الأخيرة في المباراة على الأرجح. المتوكل اللاعب البديل الذي دخل قبل حين هو من يتلقى البطاقة الصفراء. هذه إعادة مجددا. اللقطة الماضية أوكي في تدخل، ولكن البطاقة الصفراء هنا
فعلا في تدخل واضح، في تدخل واضح من اللاعب المتوكل. اذا الكره الاخيره في المباراه، الكره الاخيره في المباراه مشاهدينا الكرام. طه بن غوزيل يثبت الجدار في المكان المناسب، جدار من 4 لاعبين يقودهم محمد حموني. اذا ستلعب الضربه الحره المباشره، وصاحب الاختصاص هو ديارة. كانت عنده كره في العارضه اللاعب ديارة، هو من سيعاود الكره مره اخرى، هو من سينفذ مره اخرى. ديارة ينفذ، طه بن غوزيل. انتهت الامور. الحكم سينهي 90 دقيقة في هذه الأثناء، وبالتالي سندخل الفصل الأخير من هذه المواجهة، وتتواصل الإثارة. إذا تتواصل الإثارة مشاهدينا الكرام هنا في ملعب قسنطينة بعد نهاية اللقاء 0-0، وبالتالي سنعيش نفس السيناريو المباراة الأولى التي جمعت بين السنغال وبوركينا فاسو، واللي ذهبت إلى ركلات الترجيح اللي انتهت لفائدة السنغاليين. السنغال أول من تأهل إلى المباراة النهائية. برافو يا شباب، اليوم منظومة دفاعية اشتغلت بشكل ممتاز، لأنك تتكلم على مالي في هذه الفئة السنية قوية جدا. مالي اللي تمشي لكأس العالم باستمرار، مالي اللي عندها لقبين، مالي اليوم جسمانيا أقوى، مالي فنيا كذلك عندهم لاعبين متميزين. وأنا قلت حقيقة دون مبالغة يخيل إلي بأنه نصف الفريق كأنك تشاهد لاعبين في أعمارهم 22-23 سنة. بالتالي أحيي هؤلاء اللاعبين الفتيان، قاموا بمباراة كبيرة، امتداد للمباريات المميزة التي قدموها في دور المجموعات في لقاء دور الربع النهائي. برافو سعيد شيبة، عرف كيف يوصل أفكاره، كيف اللاعبون يطبقون هذه الأفكار. كأنك تشوف منتخب مغربي في كأس العالم بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، منظومة دفاعية تشتغل، تقارب على مستوى الخطوط. هذه من الميزات والمكتسبات اللي شفناها في هذه الفئة السنية، زائد الروح الانتصارية. دائما أركز على هذه المسألة، فهذه الفئة السنية لما اللاعب يتشبع بهذه الأفكار، الروح الانتصارية في هذه الفئة السنية تكبر معاه في المنتخب الأول، المنتخب الأولمبي. فهذه من النقاط الإيجابية اللي لمسناها في منتخب الناشئين. فبالتالي نقول مليون برافو للاعبين الفتيان، للمدرب سعيد شيبة، للمساعدين كذلك، لأنكم قدمتم بطولة من أروع ما يكون. مشاهدينا الكرام، بطولة من أروع ما يكون في كان 2023. ونتمنى إن شاء الله كيفما كانت النتيجة اليوم أنتم قدمتم بطولة مميزة جدا. نحن نتمنى طبعا الوصول إلى المباراة النهائية، نتمنى الوصول إلى المباراة النهائية، لكن حتى في أسوأ الأحوال أنتم كنتم رائعون بحق. إذا هنا عملية إجراء القرعة مشاهدينا الكرام، القرعة اللي يجريها الحكم النيجيري قاسم عبد السلام، اللي حقيقة عندي تعقيب وحيد عليه، هي ركلة الجزاء التي لم يعلن عنها في شوط المباراة الأول بعد تدخل الحارس في حق عبد الحميد أيتا بودلال. عدا ذلك القرارات تقريبا كلها كانت صائبة. اليوم شفنا خشونة واندفاع وقوة مفرطة من اللاعبين الماليين، وهذه حقيقة تحسب للاعبين المغاربة، لأنه لما تشوف هنا صراعهم واستماتتهم والدخول في الصراعات الثنائية، هذا يعطيك فكرة واضحة على الروح الانتصارية اللي عند اللاعبين المغاربة، وهذه نقطة كذلك تحسب للمدرب سعيد شيبة. إذا ترقب للجميع في هذه اللحظات. وطه بن غوزيل، طبعا لا أحتاج لأن أنوه بهذا الاسم، طه بن غوزيل أشيد بهذا المكسب للمنتخب المغربي للناشئين. طه بن غوزيل اللي قدم نفسه بشكل رائع في كل المباريات، فبرافو طه بن غوزيل على الأداء البطولي. كذلك حارس مرمى أكاديمية محمد السادس، الأكاديمية اللي أعطت أحمد رضا التاغناوتي، وأندية أخرى اللي أعطت حراس مميزين جدا. فبالتالي لا خوف على حراسة المرمى. ما شاء الله ياسين كان ممتاز
فاز مؤخرا في نصف نهائي الدوري الأوروبي أمام اليوفي. ما شاء الله منير المحمدي كان ممتاز مع نادي الوحدة السعودي في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام نادي الهلال السعودي. وعدنا كذلك حراس مميزين في البطولة الوطنية، وعدنا كذلك حراس قادمين، حراس المستقبل في السنوات القادمة. واحد منهم طه بن غوزيل، وإن شاء الله طه بن غوزيل يكون موفق في ركلات الترجيح. أنا ثقتي فيه كيفما كانت النتيجة. صدقوني طه بن غوزيل سيقدم 100% من مستواه حتى يساهم في تأهل المنتخب المغربي إلى المباراة النهائية. يلا يا طه، يلا يا طه. بعد عملية إجراء القرعة سننتظر الضربة الترجيحية الأولى مشاهدينا الكرام. هذا نفس سيناريو مباراة السنغال وبوركينا فاسو. يبدو بأن أول من سيسدد هو المنتخب المالي. يلا أكد مستواك الكبير يا طه، أكد مستواك الكبير يا طه، وأعد لنا بعض الذكريات الجميلة اللي حقيقة أحتفظ بها شخصيا من أجمل الذكريات اللي عشتها. كأس العالم فيفا قطر 2022 مع المنتخب المغربي، المباراة التي لا تنسى بين المغرب وإسبانيا. إذن ستلعب الركلة الترجيحية الأولى مشاهدينا الكرام عن طريق تيا. مهما كانت النتيجة اليوم أنتم أبطال، مهما كانت النتيجة اليوم أنتم أبطال بحق، سواء تأهلتم إلى المباراة النهائية أو لمباراة الترتيب. قدمتم ما عليكم. الآن لحظات تركيز، ركلات ترجيح لازم فيها التركيز. حارس المرمى كذلك يلعب دور كبير جدا. البعض يقول لك ركلات ترجيح هي ركلات حظ، ولكن ركلات هي تكنيك كذلك تخدم كذلك لا من الحراس ولا من اللاعبين. إذا يتقدم هنا لاعب تيا، يتلقى الإشارة. تيا يتقدم، تيا يتقدم، تيا يتقدم، يسجل الهدف الأول. الهدف الأول للمنتخب المالي. 1-0 لمالي، 1-0 إذا لمالي مشاهدينا الكرام عن طريق اللاعب تيا. هذه الإعادة مجددا. تيا حطها في الشباك، الحارس اختار الجهة اليمنى. الآن الركلة الأولى للمنتخب المغربي. محمد رضوان يتقدم لتنفيذ الركلة الترجيحية الأولى للمنتخب المغربي أمام الحارس كوني. خذ وقت كثير في وضع الكرة اللاعب محمد رضوان. إن شاء الله يكون واثق من نفسه، إن شاء الله يكون واثق من نفسه. محمد رضوان يتلقى على الإشارة في هذه الأثناء. رضوان يتقدم، رضوان يسجل بطريقة رائعة جدا، طريقة مميزة لا يفعل إلا اللاعبين الكبار. هذه تعطيك فكرة واضحة على الثقة اللي واخدها اللاعب محمد رضوان، لأنه ليس من السهل أنك تلعب كرة بهذا الشكل تقريبا في سقف المرمى. في سقف المرمى كانت مستحيلة على حارسي المرمى، نفذت بطريقة مميزة جدا من اللاعب محمد رضوان. سيمبارا الآن في الركلة الترجيحية الثانية لمنتخب مالي. إذا سيمبارا يأخذ وضعيته وللتسديد. سيمبارا وطه بن غوزيل، سيمبارا وطه، سيمبارا وطه. هذه لا تسجل يا طه، عندك يا طه، عندك يا طه. دخلت يا طه. معليش 2-1 للمنتخب المالي. مشاهدينا الكرام هذه الإعادة. شوف طه شويه وكان ممكن يصدها، طه معليش هنا حاول فيها طه بن غوزيل. عموما مالي تتقدم مرة أخرى بهدفين مقابل هدف واحد. إذا الركلة الترجيحية الثانية للمنتخب المغربي. عبد الحميد معلي هو الذي يتقدم، اللاعب اللي دخل احتياطي في الشوط المباراة الثاني. عبد الحميد يتلقى الإشارة. عبد الحميد يضيع، عبد الحميد يضيع. معلش
عبد الحميد يضيع الركله الترجيحيه الثانيه، وبالتالي تقدم مالي بنتيجه هدفين مقابل هدف واحد. هذه الاعاده مجددا، هذه الاعاده مره اخرى. هنا مشى الحارس المرمى، مرت بمحاذاه القائم الايسر، وبالتالي اول ركله ترجيحيه تضيع. عبد الحميد معلي ان شاء الله يرجعنا للتعادل. طه بن غوزيل. اذا يتقدم اللاعب كوني لتنفيذ الركله الترجيحيه. كوني يسعد لتنفيذ امام طه بن غوزيل، حكم يعطي اشاره التنفيذ. كوني يتقدم، كوني يتقدم، كوني يتقدم، سجل 3 مقابل 1 الان. شوف لما تضيع يصبح الفارق هنا واضح، خاصة أن مالي هو أول من نفذ ركلة الترجيح. هذه الإعادة مرة أخرى كامل التركيز، كل دقة كوني يوضع في المرمى. إذا من سينفذ الركلة الترجيحية الثالثة للمنتخب المغربي؟ يتقدم الآن اللاعب بختي لتنفيذ الركلة الترجيحية الثالثة. بختي يسعد لتنفيذ امام الحارس كوني. بختي يتقدم، بختي يتقدم، بختي يضيع. صعبة الامور الان، صعبة الامور الان على المنتخب المغربي يا سعيد، صعبة الامور الان على بختي وعلى المنتخب المغربي. المدافع هنا من نفذ ركلة الترجيح. بختي والحارس يتصدى بهذه الكيفية. الركلة الترجيحية الرابعة الآن للمنتخب المالي. إذن ستلعب الركلة الرابعة لمالي. حكم يعطي الإشارة الآن. إذن تجي الإشارة في هذه ليلتنا. الركلة الرابعة، الركلة الرابعة يصدها طه بن غوزيل. برافو، يصدها طه بن غوزيل.